بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم كرنبيت مقلي بخلطه حلوه قوي، اقتصادي وموفر وكل حاجه. كمان الاكله النهارده كلها بتاعتنا حلوه قوي، هتشوفوها دلوقتي معايا، بسيطه خالص، مش مكلفه والله، بسيطه جدا جدا يعني. والكرنبيت ده الخلطه بتاعته حلوه قوي. هو ده مش كرنبيت مقرمش يا جماعه، عشان في دلوقتي وصفات كتير للكرنبيت المقرمش والحاجات دي. لا، انا مش عامله كرنبيت مقرمش، انا بصراحه ما جربتوش، بس انا دي الطريقه بتاعتنا، دي طريقه امي، انا طبعا متعلماها منها، فبعملها زي ما انا متعلماها طول عمري يعني. ما بصراحه ما جربتش ان انا اغيرها، لان احنا بناكله كده، انا عن نفسي بحبه كده كمان. ده انا مش باكله مقرمش يعني، هو بيطلع من الزيت بيبقى لسه بيبقى مقرمش شويه كده، بس انا بسيبه لما يبرد خالص وبعدين اكله. شايفين شكله حلو ازاي؟ الكرنبيت دلوقتي سعره بقى حلو قوي طبعا، وهو مغذي ومفيد وكل حاجه، وكمان احنا هنعمل له خلطه حلوه قوي كمان فيها قيمه غذائيه حلوه قوي. لو حابين بقى تشوفوا الطريقه، كملوا بقى معايا الفيديو عشان نشوف عملنا الوصفه بتاعتنا النهارده ازاي. انا جبت الكرنبيت كده وقطعته وغسلته كده كويس طبعا، ومعايا بطاطس كام واحده بقى زي ما تحبي، غسلتها كويس قوي. وعلى النار حطيت ميه، وحطيت فيها كمون وشطه وملح، وهنا حطيت شويه ملح. الميه طبعا بتغلي كده، هحط البطاطس، طبعا البطاطس مغسوله زي ما قلت لكم كويس. والكرنبيت بقى بتاعنا هحطه في الميه اللي احنا حطينا فيها البهارات دي. حاولي بقى لما تيجي تسلقي الكرنبيت، الزهره بتاعت الكرنبيت تخليها لفوق، خلي العرق كده في الميه والزهره تبقى لفوق. ده بيساعد ان الكرنبيت ما يتهراش معاكي جوه الميه. تمام. خلاص بياخد دقايق كده، وبتعرفي منين بقى ان هو استوى؟ بالشوكه كده، بتحطي الشوكه في العرق بتاع الكرنبيت، بتاع زهره الكرنبيت، هتلاقيه استوى. ده للبنات طبعا اللي لسه ما تعرفش هي بتسلق الكرنبيت ازاي. خلاص جبنا بقى مصفى كده، هنصفيه عليها الكرنبيت اللي احنا سلقناه. وبياخدش دقايق كده هتلاقيه استوى معاكي على طول. طبعا انا هنا ما قطعتوش، انا زي ما هو كده انا قطعته، بس فصلته كده من الكرنبيته الكبيره نفسها. وبعد كده بقى هبتدي اصغره زي ما تحبي بقى، عايزه تكسريه بالطريقه دي ماشي، مش عايزه بصي يعني انا بعمله كده، بسهل على نفسي وبعمل كده. لو مش عايزه حابه مثلا يعني مثلا زي الكبيره قوي دي، مش هينفع ان انت تفصصيها بالواحده، ممكن تكسريها او تقسميها اتنين كده بالنص بالسكينه كده. الحجم اللي يعجبك بقى اعمليه، انا بالنسبه لي الحجم ده كويس قوي يعني. انا ما بعملش كده وهو لسه ني، لان بحس ان هو بيتفرفت كده مني، فبسيبه لما بيتسلق كده، وبعد كده ببتدي بقى ان انا اقطع الحجم اللي يعجبني. الخلطه بقى هتبقى عباره عن ايه؟ بيض وعليه ملح وفلفل اسود، وده بقيه الملح يعني. الكميه بقى مش هقدر اقولك على الكميه، دول بالنسبه لي كانت كرنبيته متوسطه، فحطيت بقى عليها 5 بيضات. واحط شويه من الطماطم مبشوره بالمبشره، وشويه من البقدونس. وهقلب الخلطه بتاعتنا الحلوه دي، وبعدين هنزل عليها بالدقيق، كوبايه دقيق كبيره كده، وتقريبا حطيت كمان نص كوبايه عشان بس هي ما تصورتش. احنا عايزين الخلطه بتاعتنا تمسك على الكرنبيت يعني، ما تبقاش بتقع، ما تبقاش سايله، ما تبقاش تقيله قوي برضو، هتشوفوها معايا كده. وهنقلب بقى كل المكونات دي كويس كده مع بعض. بصوا لحد ما بيبقى عندك خلطه تقيله كده. وهزود كمان رشه من الفلفل الاسود، الفلفل الاسود هنا بيديها شكل وطعم حلو قوي. البطاطس بتاعتنا كانت اتسلقت، انا قسمتها هنا نصين، وهي سخنه كده ههرسها زي بقى ما تحبي، بشوكه، بالهراسه بتاعه البطاطس زي ما تحبي، بس لازم وهي سخنه. ده بالنسبه لنص الكميه اللي معايا، النص التاني انا سبته مش هاجي جنبه خالص دلوقتي. خلصنا البطاطس بس عشان كان لازم اعملها وهي سخنه. هنحط بقى الكرنبيت كده في الخلطه، بصي يبقى متماسك عليها كده. تمام. معايا بقى شويه زيت صغيرين مش كتير، عشان انا عارفه ان الزيت غالي وكلنا دلوقتي بنبعد عن الحاجات المقليه، فانا حاطه شويه مش كتار يعني، هو ما بيشربش الزيت خالص، هتشوفوه معايا دلوقتي. هيبقى ناخد الخلطه بتاعتنا بقى كده، وجنب الحاجه اللي هتشتغلي فيها على النار على طول، يعني جنب الزيت على طول تطلعي من الخلطه وتحطي في الزيت. حلو كده. بجد حلو قوي قوي بجد، اللي ما جربوش والله لازم يجربوا، لانه بجد حلو يعني، دي الطريقه بتاعت زمان الحلوه. انا عارفه ان دلوقتي اكيد طبعا طعمه حلو وكل حاجه، بس الاكل بتاع زمان ده برضو بيبقى ليه ريحه كده وطعم حلو يعني، ما بنعرفش نغيره. خلاص يا دوب كده شويه هتلاقيه خد معاكي لون حلو كده. هنبتدي بقى ان احنا نقلبه. شفتوا الخلطه سهله ازاي وما فيهاش اي تعقيدات؟
وكمان زي ما قلت لكم فيها حاجات مغذيه، طماطم والبقدونس والبيض، طبعا الحاجات دي مغذيه جدا يعني. ده النص التاني بتاع البطاطس. سبتها بقى دي لازم تبرد، وبعد كده نقطعها. بقسم البطاطساية على 2، بعدين بقطعها على 4 كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين بنقطعها برضو ايه مكعبات صغيرة كده. دي بقى طريقة المطاعم، البطاطس اللي هي بتيجي مع الفراخ المشوية والحاجات دي بتبقى كده. انما اللي احنا عاملينها بالشوكة دي بقى البطاطس المهروسة بتاعتنا برضو الحلوة بتاعت البيت، يعني طريقة البيت. خلاص هنا كان استوى بقى كده الكرنبيت وخد لون حلو كده زي ما انتوا شايفينه. بصوا الزيت زي ما هو، ازاي ما بيشربش الزيت خالص والله. هنصفي بقى كده كويس قوي قوي، وشايفين لون الزيت كمان ما اتغيرش، ما فيهوش اي حاجه، حلوه قوي. وهو هنا زي ما قلت لك بيبقى مقرمش اول ما بيطلع من النار كده. لو حابه بقى انت تخليه مقرمش ممكن تسيبيه يعني تتكي عليه في التسويه كمان شويه، بس انا بصراحه لا، هو كده انا كمان بسيبه لما بيبرد كده وبعدين باكله. وبعدين هحط كمان كميه من الكرنبيت. بقى معانا الكرنبيت كمان بيعمل معانا كميه كبيره قوي، حتى لو هي متوسطه كده او صغيره بتعمل معانا كميه كبيره قوي. هنا بقى طبقين البطاطس بتوعنا هحط عليهم ايه دقه، اللي هي الدقه الحمراء دي اللي احنا بتبقى موجوده عندنا على طول، اللي هي بتبقى عباره عن توم وفلفل وكمون وملح وخل وليمون والحاجات دي كلها. لو مش موجوده عندك ممكن تحطي توم وكمون وشطه وملح وبس، وخل طبعا وليمون. لو مش موجوده عندك الدقه دي او مش حابه ان انت تاكليها هتبقى حاميه شويه. حطينا بقى هنا وزودت كمون وخل زي ما انتوا شفتوا وليمون، وحطيت شويه من البقدونس. وبعد كده على الوش قلبت كويس طبعا، وبعدين على الوش بحط زيت. البطاطس دي بقى حلوه قوي قوي قوي. طبعا البطاطس المهروسه دي احنا عارفينها بتبقى مع السمك المشوي، مع الفراخ، مع طبق كده زي ما انتوا شايفين، حاجه كده بسيطه، اكله كده مش مكلفه زي ما انتوا شفتوا. ودي شويه طماطم مخلل برضو حلو قوي، حطيت عليها برضو من الدقه اللي معانا، وخل وليمون وزيت وكمون وملح وكل حاجه. اكلات كده بسيطه واقتصاديه يعني قوي قوي كمان. بصوا ده انا عايزه اقول لك دي نص الكميه، والله دي نص الكميه بتاعه الكرنبيطه اللي انا جايباها. والباقي طبعا بحتفظ بيه في الفريزر، او مثلا ممكن في الفريزر فتره مثلا كبيره شويه، انما في التلاجة لو سبتيه يوم او 2 ورجعتي كملتي برضو عملتي نفس اللي احنا عملناه يبقى زي الفل. اتمنى بقى تجربوا الطريقه دي. اللي مجربهاش اتمنى ان هو يجربها، هتعجبه قوي قوي. واللي مجربها طبعا وعارفها يقول لي ان هو بياكلها وبيجربها برضو، ويقول لي رايه في التعليقات، يقول برضو كان بياكلها يعني اللي بيعملها، يعني قصدي اللي بيعملها زينا كده يقول لي برضو ان هو بيعملها زيي. واللي ما جربهاش بقى يجربها ويقول لي رايه في التعليقات، هتعجبكم قوي. اكله بسيطه كده زي ما انتم شفتوا، سريعه ومغذيه وفيها كل حاجه حلوه، الاكل بتاع زمان الحلو دوت. اتمنى بقى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا اللايك، كل مش مشترك عندي في القناه يا ريت يشترك. وما تنسوش الكومنت الحلو بتاعكم اللي بيشجعنا كده نعمل كل جديد وكل احسن. واتمنى بقى الفيديو بتاعي النهارده يبقى خفيف كده، وانا كمان ابقى ضيفه خفيفه عليكم. وشكرا ليكم.